السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء محتاجين منك الصلاة على سيدنا محمد واللايك الجميل والحابب تنزل تنضم لقناتنا. طبعا شرف كبير ان انا اقول لك على قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب في افريقيا 2025 طبعا، والمستبعدين منها، ويعني كانوا المفروض ان يكونوا مستحقين ان يكونوا ضمن العشرة الاوائل في يعني كده الافضل في افريقيا 2025. اقول لك على طول قائمة المرشحين لجائزة الافضل: محمد صلاح لاعب ليفربول لاعبنا المصري في المركز او يعني كده من ضمن الاوائل، واشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان اللاعب المغربي فيستون مومايلي لاعب بيراميدز طبعا، دينيس بوانجا لاعب لوس انجلوس، فرانك انجيزا لاعب نابولي، وفيكتور اوسومين لاعب جلاتا سراي، واسامه البليوي لاعب نهضه بركان المغربي، وسيرو جراسي لاعب بروسيا دورتموند، وبابا مطار صار لاعب توتنهام، ولامين نضاي لاعب ايفرتون. وكان من المتوقع وان المفروض ان يكون من اعتلاءه طبعا لصدارة الهدافين في تصفية كأس العالم محمد عمورة كان من المفروض أن يكون من ضمن العشر الأوائل في أفريقيا طبعا 2025، برغم من اعتلاءه صدارة هدافي تصفيات كأس العالم. محمد عمورة خارج سباق جائزة أفضل لاعب في أفريقيا العام 2025. تألقه لم يشفع له لدخول القائمة طبعا ليثير الجدل، وذلك طبعا الكثير من التساؤلات في الأوساط الكروية. بنقول ان محمد عموره، بنقول النجم الجزائري خلال سنه 2025 19 مساهمه في البوندسليجا الالمانيه، 14 مساهمه رفقه المنتخب الجزائري الحبيب، وايضا هداف التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2026. اللاعب غير موجود ضمن قائمه المرشحين للكره الذهبيه الافريقيه 2025، وكان من المتوقع ان يكون رياض محرز ايضا موجود، وكان من المتوقع ان يكون يعني كده لاعبنا المصري طبعا يعني كده حدث ولا حرج، لاعبنا الجميل، وطبعا معاه محمد صلاح. وطبعا يعني كده اختاروا ان يكون في مصري واحد عن مرموش، يعني كده عمر مرموش كان المفروض يكون موجود مع محمد عموره ورياض محرز، لكن الفيفا او طبعا الكاف يعني كده فضل انه يكون في مصري واحد، وايضا الجزائري محمد عموره وايضا الجزائري رياض محرز مش موجودين في ضمن التوليفه او التشكيله الافضل في افريقيا. كل التوفيق ليهم. محمد عموره في 2026 ان شاء الله يكون من ضمن الموجودين، وايضا رياض محرز وكل اهلنا في المغرب الحبيب. وطبعا نتمناها يعني كده لمحمد صلاح، وطبعا اي حد عربي نتمناها ان يكون الافضل في افريقيا. لو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش باجمل لايك بعد الصلاه على سيدنا محمد. هنجيب لك كل ما يخص الكره الجزائريه والرابطه المحترفه الجزائريه، وكل ما يخص المنتخب الجزائري الحبيب ان شاء الله.